لو انت من المنصورة او نزلت المنصورة قبل كده فاكيد شفت الطيارة الحربية اللي في الميدان قدام تمثال ام كلثوم. يا ترى ايه قصة الطيارة دي وليه اتحطت في المكان ده؟ تابع معايا الفيديو للاخر عشان تعرف قصتها بالتفصيل. معكم محمد ابراهيم مقدم محتوى قصصي. هنخش بالانترو ونكمل قصتنا مع بعض. يوم 14 اكتوبر سنة 73 حصلت حاجة غريبة جدا في قرية صغيرة اسمها منية النصر قريبة من المنصورة. اهل القرية شافوا طيارات كتير بتتخانق في السماء، كان في معركة جوية شغالة فوق دماغهم، وفجأة واحدة من الطيارات ديت وقعت في وسط الحقول وخرج منها الطيار بالمظلة ووقع على الارض. ولما الناس راحت عشان تشوفه لقوه طيار من اللي ما يتسموش، مسكوه اثروه بايديهم وسلموه للشرطة. واللي انا حكيته لك دلوقتي كان جزء من اكبر معركة جوية حصلت في الحرب، واللي اطلق عليها معركة المنصورة الجوية. العدو وقتها كان بيحاول ينتقم بكل طريقة من الضربة الجوية اللي مصر عملتها وقت الحرب، وكان عايز يضرب القواعد الجوية المهمة اللي كانت موجودة في الدلتا، وعلى رأسهم قاعدة المنصورة الجوية اللي كانت وقتها أكبر قاعدة جوية في مصر. العدو حاول يضرب القاعدة 3 مرات، أول مرة يوم 7 أكتوبر ودي اللي مصر صدتها، تاني مرة يوم 12 أكتوبر ودي وقتها العدو خسر 16 طيارة، ثالث مرة ودي كانت يوم 14 ودي اللي اتحفرت في التاريخ باسم معركة المنصورة الجوية الكبرى. العدو وقتها جاب 3 موجات هجومية، الأولى كانت التشتيت، الثانية كانت لضرب الدفاعات الجوية، الثالثة كانت الأساس أصلا وكانت جاية ب 160 طيارة عشان تضرب وتحطم الأهداف الجوية اللي كانت موجودة في الدلتا وتدمر القواعد المصرية كلها. بس المصريين كانوا أذكى، الطيارين المصريين اللي هم كانوا حوالي 60 طيار من كذا مطار ما بلعوش الطعم وما اشتبكوش مع أول موج، استنوهم في الفخ. ولما بدأت المعركة الحقيقية فضلت مستمرة حوالي 53 دقيقة. كانوا الطيارين المصريين كل شوية ينزلوا يملوا وقود ويرجعوا تاني، ينزلوا يعملوا صيانة للطيارة ويرجعوا تاني، لدرجة ان اللي ما يتسموش افتكروا ان هم بيواجهوا اكتر من 100 طيارة. والنتيجة وقتها ان العدو خسر 46 طيارة في يوم واحد بس، 17 منهم اتضربوا في المعركة الجوية نفسها فوق الدلتا، و27 طيارة وطيارتين هليكوبتر اتضربوا بالدفاع الجوي المصري، وكل ده من غير ما يحققوا هدف. وفي المقابل مصر خسرت 6 طيارات بس، 3 في القتال و2 عشان وقودهم خلص، واحدة انفجرت بسبب شظايا طيارة فانتوم انفجرت وهي معدية. ومن القصص اللي حصلت وقتها وبتبين قد ايه المصريين كانوا ابطال، الطيار المصري قادر عبد الحميد وقع كذا طيارة في المعركة وقاد سربه ببسالة، ولما خلص وقود طيارته اضطر ان هو ينط بالمظلة، لما وقع اتصاب في ظهره وراح المستشفى. وهنا حصلت المفاجأة، لقى نفسه في أوضة فيها طيار تاني، طيار من اللي ما يتسموش، واثناء الكلام اكتشف ان الطيار ده واحد من الطيارات اللي هو وقعها. موقف مش ممكن يحصل الا في الافلام، بس الموقف ده كان حقيقي. وقتها الطيار من اللي ما يتسموش اعترف بكفاءة الطيارين المصريين وانهم كانوا مفاجأة رهيبة للعدو. وعشان كده معركة المنصورة الجوية ما كانتش مجرد معركة، دي كانت ملحمة، وعشان عظمتها تم تسجيلها كأطول معركة جوية بعد الحرب العالمية الثانية. وبقى يوم 14 اكتوبر هو عيد القوات الجوية المصرية تخليدا لبطولة الطيارين المصريين اللي غيروا مجرى المعركة. وعلشان الناس تفضل فاكرة اليوم ده واللي حصل فيه، قرروا ان هم يحتفظوا باحدى الطيارات اللي كانت موجودة في المعركة ويسيبوها كتذكار. والطيارة ديت من نوع فانتوم F4، ودي كانت واحدة من اقوى الطيارات اللي كان بيستخدمها العدو في وقتها. اتعلقت في ميدان في مدينة المنصورة كرمز للنصر، وعشان تفضل دايما شاهد على شجاعة وقوة الطيارين المصريين والجيش المصري وقد ايه احنا نقدر نحقق المستحيل وقت الجد. وده كان يوم من اعظم ايام الكرامة والعزة في تاريخنا، يوم ما السما كانت مليانة بالنار لكن المصريين فضلوا صامدين وحققوا نصر يفضل محفور في التاريخ. معركة المنصورة مش بس كانت معركة طيارات، دي كانت معركة عقول وشجاعة وتكتيك مصري. اللي حصل في سماء الدلتا يوم 14 اكتوبر ده دليل على ان الارادة والعزيمة بتكسب، وان العقل المصري وقت الجد ممكن انه يبهر العالم. تحيا مصر وسلاما لكل بطل شارك في صناعة المجد. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة. يا ريت تعمل شير في كل مكان للفيديو عشان الناس تعرف قد ايه ان الجيش المصري والطيران المصري كانوا وما زالوا ابطال. كان معاكم محمد ابراهيم مقدم محتوى قصصي، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.